أحد الأفراد المتدينين المؤمنين المقيدين بالأحكام الشرعية ذكر لي وهو في قم، قال لي: أنا قمت في حياتي بمعاملة واحدة، معاملة تجارية واحدة متواضعة في حدود عدة توامين لعلها لا تبلغ دينار واحد. بعد ذلك وبمرور الأيام اكتشفت أن هذه المعاملة كانت معاملة باطلة، كانت معاملة ربوية، معاملة فيها الربا الذي هو أعظم عند الله من كذا وكذا من المحرمات. واحد منين يعرف أن هاي المعاملة ربوية أو مو ربوية؟ منين يعرف أن هذه المعاملة باطلة أو مو باطلة؟ منين يعرف أن هذا العقد أو الإيقاع الذي يقوم به صحيح أو باطل؟ لذلك أكو في الأحاديث: التاجر فاجر، كل تاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين. لا يمكن لإنسان يعمل في السوق أن لا يقع في الحرام، هذا محال عادة، لا بد أن يقع في الحرام لما يعرف الأحكام الشرعية، إلا إذا تفقه في الدين. وإذا يوم القيامة واحد قال ما أعرف، هذا مو عذر أمام الله، هذا مو عذر أمام الله. الله قال لك ويقول لي ويقول للمكلف: فتحت أمامك طريق المعرفة، كنت تذهب وتتفقه في الدين. التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين.